مصعبه الامر قوي، بتحس ان كلمه روتين دي كلمه كبيره جدا. هو في الحقيقه انت مش محتاجه اكتر من 3 خطوات: المنظف والتونر والكريم المرطب بس، يعني مش اكتر من كده خالص. الناس بقى اللي بتدخل في الروتين بتاعها سيرمز مثلا، حاجات تانية علاجيه، ده بيبقى عشان هي محتاجه، ده عندها تصبغات وعايزه تشيل التصبغات، مدخله حاجه عشان روتين التفتيح. لكن هو الروتين بيبقى ال3 خطوات فقط لا غير. والروتين الاسبوع بيزيد عليهم خطوتين، اللي هو الماسك والمقشر. ازيد من كده مفيش، عشان الناس بتحس ان في كميه برودكت كتير قوي فوق طاقتها انها تعرفها او تعرف استخداماتها. الموضوع اسهل من كده بكتير. بصوا بقى، عايزين نتكلم عن الفرق ما بين التونر والتونيك وماء الميسيلار. التونر والتونيك هو مسمى مختلف لشيء واحد. الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة تقريبا، لكن بيبقى في واحد فيهم سبيسيفيك شوية، مخصص، اللي هو التونيك. التونيك بيبقى مخصص شوية، في منه حاجات للتقشير بتستخدم مع روتين التقشير، روتين التفتيح، روتين علاج التصبغات، حاجات كتير جدا، حاجات بتعمل جلو في البشرة، في حاجات مخصص، يعني في حتة سبيسيفيك شوية عن التونر، اللي هو وظيفته الأساسية بيعادل البي اتش بتاع البشرة، درجة حموضة البشرة، علشان تبقى أكثر قدرة على امتصاص أي برودكت تعرفي تحطيه على بشرتك. لكن اقدر استغنى عنه؟ طبعا اقدر استغنى عنه لو الكلينزر بتاعي في حاجه بتعادل البي اتش، او هو بيعادل لي البي اتش. هو مش مهم، هو خطوه من ضمن الخطوات نقدر نستغنى عنها، من الحاجات اللي نقدر نستغنى عنها في روتين العنايه بالبشره، اللي هو 3 خطوات. نيجي بعد كده للميسلر ووتر، وفي منها انواع كتيره جدا في السوق، ودايما بيبقى مكتوب عليهم انك ممكن ما تغسليش بشرتك بعدها، وده مش حقيقي. لانك لو بصيتي على الازازه بعد ما ترجيها كده هتحسي فيها نسبه صابون، ده ما ينفعش يفضل موجود فتره طويله على البشره. حتى الانواع الزيتيه على فكره، لانها ممكن تعملك بعد كده حبوب تحت الجلد، ومش هتبقى حاجه لطيفه خالص. احنا بنستخدم ماء الميسيلار علشان نعمل بيها دبل كلينزنج، يعني تنظيف للبشره مضاعف، حاجه قويه كده. قبل ما نغسل بشرتنا مثلا، احنا حاطين ميك اب، عاملين حاجه، راجعين من بره، او لو انتي بره وعايزه تنضفي بشرتك بالكوتون باد كده وتنضفي بيها البشره، ونرجع نغسل بشرتنا بالكلينزر بتاعنا عادي. كده انا ابقى وضحت الفرق ما بين الثلاثه. كان في سؤال تاني على التونر ونسبه الكحول اللي فيه. ازاي اقدر اختار تونر ما فيهوش نسبه كحول؟ لان كل التونرز تقريبا، حتى المشهور منها، فيها نسبه كحول. هعملها لكم فيديو تاني لوحده. باي باي.